كانت لحظة زعل وراحت لحالها. سلايف عيلة حوارات بقوا زي السمنة على العسل بعد ما مسكوا في بعض أكتر من مرة، والإخوات قطعوا بعض بسبب المشاكل دي لحد ما حسن حوارات رجع المية لمجاريها. يا ترى إيه حكاية أول ظهور لنهال حوارات مع سلفتها؟ وإيه سبب الأزمة بينهم؟ وتفتكروا سافر الإمارات مخصوص علشان يلم شمل العيلة من تاني؟ وليه أبو آلاء كان بيقول نهال غيرانة منها؟ ومفاجأة عن الصلح بينهم، كواليس كتير هنعرفها في الفيديو ده. الكل كان فاكر ان علاقة عيلة حوارات ببعضهم قوية جدا وانهم حلوين على طول مع بعض زي ما بيظهروا على السوشيال ميديا، لحد ما السلايف مسكوا في بعض والاخوات كمان، وكل واحد فيهم قاطع التاني وبقى ليه حياته ومحدش ليه دعوة بالتاني. كلامنا هنا عن اول ظهور لنهال حوارات وآلاء حوارات بعد ما قعدوا يعملوا فيديوهات رايحة جاية على بعض، ودي تقول انها غيرانة منها والتانية تعايرها بانها حامل وهي لا، وفضلوا في المشاكل دي حوالي سنة كاملة. وساعتها حمدي اتدخل، بس الدنيا اتقلبت اكتر بسبب حمل آلاء حوارات، وحمدي قال انهم عايروا نهال وحسن وكان لازم يتدخل. ومش بس كده، ده والد آلاء حوارات كمان دخل على الخط ساعتها وظهر في فيديو وقال ان نهال بتغير من آلاء، وده من وقت فرحها لما لبست فستان ابيض زي بتاع آلاء في الفرح. بس والد آلاء حوارات حذف الفيديو وقال ان نهال كلمت آلاء واتصالحوا، واهم حاجه عنده كرامه بنتي، ومحدش جاب سيرتهم تاني خالص لا بالحلو ولا بالمر، ومفيش اي صدفه تجمعهم ببعض نهائي. ومحمد حوارات وآلاء سافروا وسابوا مصر خالص، وكل واحد بقى في حاله. حتى نهال تطلع لايف مع سلفتها سحر ونيرة بنت اخت حسن حوارات، وتطلع مع اخو جوزها محمود، لكن آلاء ونهال ما بيطلعوش ابدا مع بعض. وفضلت الخلافات بينهم سنه لحد ما حسن حوارات قرر يلم شمل العيله وراح الامارات يصالح اخوه محمد وآلاء، واستقبلوه احسن استقبال وروقوا عليه، وآلاء عملت له وليمه. بس نهال حوارات ما طلعتش ساعتها الامارات، والكل توقع ان لسه الخلافات بينهم موجوده وكل واحد في حاله، لحد ما حسن عمل مكالمه فيديو كول بين نهال وآلاء حوارات، وده يعتبر اول ظهور للسلايف مع بعض. ونهال قدمت السبت زي ما بنقول وقالت لآلاء تعالي مصر وانا هعمل لك وليمه اسماك وهعزمك ونرجع الميه لمجاريها. وفضلوا يتكلموا فيديو مع بعض، واخر كلام آلاء وعدتها بانها اول ما تنزل مصر هتروح عندهم، وشكلها كده اتصالحوا والسلايف بقوا زي السمنه على العسل وبقوا حبايب بعد ما الزعل دخل بينهم ومسكوا في بعض. واللي ما يعرفش انها الحوارات هي سبب تعارف محمد وآلاء والسبب في جوازتهم، وده لان آلاء حوارات كانت شغاله في بيوتي سنتر، ونهال ونيره كانوا بيعملوا عندها، وعزمتها نهال على الفرح. سبحان الله ما كانتش هتروح اصلا، بس النصيب بقى وفعلا راحت، ومحمد وقع في غرامها من اول نظره. وبعد فرح نهال وحسن هو كان عايز يكلمها وبعت يسالها عن حبايه في وشه، وقالت له مش بشتغل للرجاله، وعلشان يعترف لها بحبه وانه عايز يتقدم خد يوم كامل وكان متوتر، وبعدها ب4 ايام طلبها من ابوها واتجوزوا. وعلشان كده نهال غاليه عند سلفتها، ومهما حصل بينهم بيرجعوا اخوات ومحدش شايل من التاني. ربنا يديم المحبه وترجع تاني عيله حوارات زي الاول واقوى كمان. يا ترى تفتكروا اول ظهور لآلاء ونهال مع بعض فكده اتصالحوا ولا لسه؟ شاركونا في التعليقات.